أحل أسئلة أكمل. الوسيط للقيم 5 و3 و11 و7 و2 هو نقط. علشان نجيب الوسيط لازم نرتب القيم الأول. هنرتبها الاتنين، بعد كده التلاتة، بعد كده الخمسة، بعد كده السبعة، بعد كده ال11. مين دلوقتي اللي موجود في النص؟ هيكون الخمسة، يبقى الوسيط هيبقى 5. بعد كده السؤال التاني، المنوال للقيم 3 و5 و7 و3 و8 هو نقط. المنوال القيمة اللي اتكررت، مين اللي اتكرر؟ عندي التلاتة اتكررت، يبقى المنوال هنا هيكون 3. بعد كده السؤال رقم 3، إذا كان الوسط الحسابي للقيم 18 و23 و29 2 كاف ناقص 1 وكاف هو 18، فإن الكاف هتكون بتساوي نقط. الوسط الحسابي مجموع القيم على عددهم. هجمع 18 زائد 23 زائد 29 زائد 2 كاف ناقص 1 زائد الكاف على عددهم 1 2 3 4 5، يبقى أقسمهم على 5. دلوقتي هجمع البسط 18 زائد 23 زائد 29 ناقص 1 ده هيكون بيساوي 69، يبقى البسط عندي 69 وعندي موجب 2 كاف وعندي موجب كاف، هيبقى موجب 3 كاف على الخمسة. هو قال لي هنا الوسط بيساوي 18، يبقى هساوي الكلام ده بال18. 18 دي مقامها 1. هضرب دلوقتي، هنعمل المقص 1 في 69 زائد 3 كاف، هتبقى 69 زائد 3 كاف هتساوي 5 في 18. 5 في 18 هيبقى ب90. دلوقتي أنا عايزة الكاف لوحدها، هودي ال69 ده اليمة التانية بعكس الإشارة، يبقى ال3 كاف هتساوي 90 ناقص 69، يبقى كده ال3 كاف هتساوي 90 ناقص 69 هيبقى 21. علشان أجيب قيمة الكاف لوحدها هقسم هنا على 3 وهنا على 3، يبقى ال3 اللي في البسط هتروح مع ال3 اللي في المقام، يبقى كده جبت قيمة الكاف هتساوي 21 على 3 هيبقى فيها 7، يبقى كده الكاف هنا ب7. بعد كده السؤال رقم 4، ترتيب الوسيط لمجموعة القيم 7 و6 و5 و8 و4. الأول عشان أجيب الوسيط هرتب القيم، هتبقى عندي 4، بعد كده 5، بعد كده 6 7 8. كده أنا رتبت القيم. الوسيط عندي هيكون ال6، بس هو هنا مش عايز الوسيط ده، عايز ترتيب الوسيط. ترتيب الوسيط كده هيكون التالت، ادي الاول ادي التاني وادي التالت اللي هو الوسيط، يبقى كده ترتيبه هيبقى الثالث. بعد كده السؤال رقم 5، الوسط الحسابي هو احد مقاييس نقط. بنسمي الوسط الحسابي من مقاييس النزعة المركزية، والوسيط برضو من مقاييس النزعة المركزية، والمنوال من مقاييس النزعة المركزية. يبقى كده لو قال لي الوسيط من مقاييس نقط هقول برضو من مقاييس النزعة المركزية، وبرضو المنوال من مقاييس النزعة المركزية. بعد كده السؤال رقم 6، إذا كان المنوال للقيم 4 و11 و8 و2 س هو 8، فإن الس هتكون بتساوي كام؟ المنوال يعني القيمة اللي اتكررت كتير هي ال8، يبقى كده العدد ده اللي فيه رمز أكيد كمان هو كمان بيساوي 8، لازم يكون بيساوي 8، يبقى 2 س هتساوي 8. انا عايزة السين لوحدها، يبقى اقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، الاتنين اللي في البسط هتروح مع الاتنين اللي في المقام، يبقى كده السين هتساوي 8 على الاتنين هيبقى فيها ال4، يبقى قيمة السين هتكون بتساوي 4. بعد كده السؤال رقم 7، إذا كانت نقطة تقاطع المنحنيين الصاعد والهابط هي 35 و20، فإن مجموع التكرارات للتوزيع التكراري هو نقط. النقطة دي بتساعدنا أجيب 3 حاجات. أول حاجة لو طلب مني الوسيط يبقى 35 بختار الرقم الأول. طب لو طلب مني ترتيب الوسيط باخد ال20. طيب لو قال لي عايز مجموع التكرارات زي السؤال ده باخد ترتيب الوسيط اللي هو ال20 واضربه في 2، 20 في 2 هيبقى ب40. بعد كده السؤال رقم 8، الوسط الحسابي للقيم 2 ناقص ه و4 و5 و3 زائد ه و1 هو نقط. الوسط الحسابي مجموع القيم على عددهم، هجمع 2 ناقص ه زائد 4 زائد 5
زائد 3 زائد ه، الرقم الأخير زائد 1 على عددهم عندي أدي 1 2 3 4 5، يبقى أقسمهم على 5. عندي في البسط سالب ه هتروح مع موجب ه، وهنجمع البسط 2 و4 6، 6 زائد 5 11، 11 و3 يبقى 14، و1 يبقى 15، يبقى 15 على 5 هتساوي 3، يبقى الوسط الحسابي هيكون بيساوي 3. بعد كده السؤال رقم 9، إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الخامس والسادس، فإن عدد القيم ده يكون كام؟ كده عدد القيم دي زوجي عشان الوسيط موجود عندي عددين. الخامس قبليه كام؟ قبليه 4 قيم، يبقى بعديهم برضو 4 قيم. 4 و4 هيبقى 8، 8 وفي 2 في النص يبقى 10، يبقى عدد القيم هيكون 10. بعد كده السؤال رقم 10، نقطة تقاطع المنحنيين المتجمع الصاعد والهابط تمثل نقط على محور المجموعات. نقطة تقاطع المنحنيين الصاعد والهابط هتكون بتمثل الوسيط. وبكده تكون انتهت أسئلة أكمل على الوحدة التالتة. يا رب تكونوا استفدتوا من الشرح. شكرا لكم، مع السلامة.